3 لصوص في القرية عرفوا إن في راجل رايح يبيع الخروف بتاعه في السوق. جات لهم حيلة ذكية جدا. الأولاني قعد في أول الطريق، والتاني في وسط الطريق، والتالت في نهاية الطريق. الراجل أخد الخروف ومشي عشان يروح السوق. قابله الأولاني، قام من مكانه ويضرب كف على كف ويضحك، يقول له: إيه ده يا عم؟ في حد في الدنيا يعمل في الكلب بتاعه كده؟ إيه اللي أنت عامله ده؟ الراجل بص له كده وبص للخروف وقال له: بس ده خروف مش كلب، وسابه ومشي. عدى على التاني، عاد عليه نفس الحكاية: إيه يا عم؟ إيه اللي أنت عامله ده؟ في حد في الدنيا يربط الكلب بتاعه كده؟ فضل يزعق فيه ويشخط فيه. الراجل اتهز من جواه واتأكد وبص له تاني وقال له: بس ده خروف مش كلب، ومشي قدام. عدى على التالت قرب منه، راجل طيب وشه سمح وبشوش، خبط على كتفه وقال له: ايه يا حاج اللي انت عامله ده؟ في حد في الدنيا يربط الكلب بتاعه كده؟ هنا الراجل اتهز من جواه وبص للخروف وبص للراجل وقال لنفسه: معقول يعني ال3 هيكونوا بيكذبوا؟ وفك الحبل وساب الخروف يمشي. واللصوص اخدوا الخروف وهو رجع بيكلم نفسه وراح يدور على الخروف بتاعه اللي اكيد مش هيلاقيه. اقصد اقول لك ايه من القصة دي؟ اقصد اقول لك انك ما تسلمش دماغك لحد يلعب بيها، وتأكد 1,000,000% من القرار، لان في ناس شاطرة بتعرف تقنعك باللي قدامها. وحاذر من كلامهم المترتب المتساوي، ده شغل اعلام، شغلتهم يضللوك. عشان كده اثبت، وقف على رجلك، وما تاخدش القرار غير وانت متأكد 1,000,000% منه. فكر فيها كده هتعجبك. سلام.